واللي انا يعني حاسس اللي جواك، لان انت حتى الفصل بتقول لي الجمهور ده ما كانش ينفع ان هو يعني اهو العاشقون لا يغيرون من يعشقون. عاش الزمالك. يعني زي ما انت قلت. والله يا كابتن الواحد ما عارف يتكلم. الناس دي ما تستاهلش كده من لعيبتنا. يعني بجد الموضوع صعب. موضوع الناس دي شالت النادي كتير قوي. الناس دي كان المفروض النهارده اللعيبه دي يبقى عندها كرامه، يبقى عندها دم، يبقى عندها قلب. يعني انا حاسس بيك طبعا، لاني زي ما انت قلت ان جمهور نادي الزمالك تعب يا كابتن ضياء خلال ال4 شهور اللي فاتت مع جمهور نادي الزمالك. يعني وقف وقفه. يعني دايما الجمهور نادي الزمالك اكيد بيقف على فرقته، بس كانت الامور احسن في لعيبه. بصراحة وبدون أي مبالغة، الشخص الوحيد الزملكاوي اللي فرحت فيه أكتر واحد هو طارق السيد، اللي كان بيتكلم بعجرفة ويعني عنجهية كبيرة جدا جدا، وشايف إن فرقة الزمالك واللي بيعمله نادي الزمالك واللي عمله قبل كده، ويحسسنا إن الدنيا بالنسبة لنا يعني مش احسن حاجة، وان الزمالك هو اللي بيقدم اعجاز كروي هذا الموسم، مش الاهلي هو اللي وحش، لا ده الزمالك هو اللي كويس. علشان كده اكتر واحد بالنسبة لي هو طارق، اللي يعني شاف المنارة في نهائي الكونفدرالية، في المباراة اللي خسر فيها الزمالك قدام اتحاد العاصمة، علشان ياخد درس، علشان يتعلم بعد كده لما يتكلم على النادي الأهلي يتكلم بكل يعني مصداقية، شيء من المصداقية، ويعطي للنادي الأهلي حقه. واللي انا يعني حاسس اللي جواك، لان انت حتى الفصل بتقول لي الجمهور ده ما كانش ينفع ان هو يعني اهو العاشقون لا يغيرون من يعشقون. عاش الزمالك. يعني زي ما انت قلت. والله يا كابتن الواحد ما عارف يتكلم. الناس دي ما تستاهلش كده من لعيبتنا. يعني بجد الموضوع صعب. موضوع الناس دي شالت النادي كتير قوي. الناس دي كان المفروض النهارده اللعيبه دي يبقى عندها كرامه، يبقى عندها دم، يبقى عندها قلب. يعني انا حاسس بيك طبعا، لاني زي ما انت قلت ان جمهور نادي الزمالك تعب يا كابتن ضياء خلال ال4 شهور اللي فاتت مع جمهور نادي الزمالك. يعني وقف وقفه. يعني دايما الجمهور نادي الزمالك اكيد بيقف على فرقته، بس كانت الامور احسن في لعيبه. بصراحة وبدون أي مبالغة، الشخص الوحيد الزملكاوي اللي فرحت فيه أكتر واحد هو طارق السيد، اللي كان بيتكلم بعجرفة ويعني عنجهية كبيرة جدا جدا، وشايف إن فرقة الزمالك واللي بيعمله نادي الزمالك واللي عمله قبل كده، ويحسسنا إن الدنيا بالنسبة لنا يعني مش احسن حاجة، وان الزمالك هو اللي بيقدم اعجاز كروي هذا الموسم، مش الاهلي هو اللي وحش، لا ده الزمالك هو اللي كويس. علشان كده اكتر واحد بالنسبة لي هو طارق، اللي يعني شاف المنارة في نهائي الكونفدرالية، في المباراة اللي خسر فيها الزمالك قدام اتحاد العاصمة، علشان ياخد درس، علشان يتعلم بعد كده لما يتكلم على النادي الأهلي يتكلم بكل يعني مصداقية، شيء من المصداقية، ويعطي للنادي الأهلي